شروط حطتهم دول الخليج لمصر لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية. الرئيس السيسي كان في زيارة من يومين للمملكة العربية السعودية، زيارة خاطفة كده. نفهم منها إن هو كان مطلوب الدعم خليجي لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية اللي اتأخر الدعم الخليجي لحد دلوقتي. جريدة وول ستريت جورنال قالت إن في 3 شروط طلبهم الدول الخليج من مصر عشان يساعدوها في أزمتها الاقتصادية. 3 شروط دول بقى لو تعرفوهم: أولا تعويم تاني للجنيه، تخفيض قيمة العملة، ده أول شرط. دولار ب30 جنيه رسمي، هم عايزين يتعوم الجنيه تاني، يتقلل تاني عشان يشتروا الشركات اللي الحكومة بتبيعها، عشان يكسبوا أكتر، يبقى الربح أكبر وأضخم. ده موضوع شغل اقتصادي بحت. في بقى يعني تقدر تقول منافسة ومصارعة وكل حاجة، لأن دي فلوس. إذا كنتوا اخوات تحاسبوا زي ما بيقولوا كده. هم عايزين يكسبوا ويحققوا أكبر قدر من المكاسب ممكنة في الصفقات دي اللي هتحصل. هياخدوا الشركات دي بأقل مبالغ ممكنة يدفعوها، وده حقهم. ده شغل اقتصادي بحت. يعني اي واحد بيخش صفقة عايز يوقعها بافضل سعر. هم عايزين يوقعوا الشركات الحكومة مطرحها دي بافضل سعر، وبالسعر اللي هم عايزينه، مش اللي احنا عايزين ناخده، مش اللي مصر عايزة تبيعها بيه، لا، السعر اللي هم عايزينه. ولذلك هم اول طلب ليهم تخفيض قيمة الجنيه مرة تانية. الطلب التاني بقى تغيير القائمين على الاقتصاد المصري، وده اقرار من دول الخليج اهو بفشل القائمين على الاقتصاد المصري. احنا ما عندناش حد بيفهم اقتصاد، وانا قلت الكلام ده قبل كده. كل الناس اللي شغاله في الاقتصاد المصري دي بلح، مفيش حد فاهم. هم اللي غرقونا، الغرقه اللي احنا فيها دي هو اللي غرقونا، لان مفيش حد عارف يدير الاقتصاد. والطلب الخليجي ده اقرار واضح، لازم يجيبوا وجوه جديده تدير الاقتصاد المصري عشان تخرجه من ازمته اللي هو فيها. والشرط الثالث بقى، وده اهمهم، خروج الجيش من الاقتصاد، اللي نادى بيه بدل المرة آلاف المرات. ومن زمان الكلام ده بيطلبه رجال الأعمال المصريين نفسهم ومؤسسات دولية وغيره وغيره. كله كان بيطلب إن لازم الجيش يخرج من الاقتصاد. لازم الجيش يخرج من الاقتصاد المصري ويركز في شغله بس، هو حماية حدود الدولة وأمنها. والاقتصاد لازم يخرج منه عشان يبقى فيه منافسة، يبقى فيه استثمار، وإلا هتفضل الدنيا زي ما هي كده. وأخيرا، السبب في الأزمة اللي احنا فيها دي هي القروض اللي احنا خدناها، ووصلت لحد دلوقتي 163 مليار دولار، صرفت كلها على منظرة، ما اتصرفتش في الاقتصاد. ما تعملش في شركات، قلنا اتعملت لكن مش بالقدر الكافي. لو ال 163 مليار دولار دول حطيناهم في مصانع وشركات وتصنيع واستزراع، ما كانش ده بقى حالنا. للأسف، وربنا يسترها، احنا المركب بتغرق. المركب فعليا بتغرق لو الخليج ما قدم لناش الدعم. ربنا يسترها معانا في اللي جاي، خصوصا ان احنا في مؤسسات دولية كتير مرشحة مصر من الدول اللي هتتخلف عن سداد ديونها السنة دي. والله أعلم. وإن شاء الله بإذن الله ما يحصلش كده بإذن الله.